اه. بالنسبه للسترينجرز، طيب في الباسوردز ما تشيرهوش مع حد، وبس الوالدين هم اللي يكونوا عارفين، وانت طبعا مش اهل ايه، انت مديهم لصاحبك يعني. فانت يعني عامل العكس خالص. يعني هنا كاتب هنا كده ايفن، بس خد بالك هو قال حته حلوه برضو يعني ايه. هو معاك فيها محمود بيقول لك even with close friend، الا انت مضطر مع الاصدقاء اللي هم ايه، القريبين منك قوي، زي اللي انت عاملها دي. your parents and your account اللي هي البرايفسي، هتعمل ايه فيها؟ ان parents should have access to account، لازم يكون يقدروا يدخلوا على الاكونتات. وعلى فكره يا محمود دي حقيقه ان الوالدين لازم يطلعوا على ايه احنا بنعمله اونلاين، بحيث لو في حاجه يقدر يعني يكون مراقبك، وده حاجه كويسه يعني، دي حاجه امان ليك، مش تضايقك ان الوالدين بيطلعوا على اللي انت بتعمله، لان انت في سن صغير ممكن ان احنا يعني احنا نغلط. ايش تاني؟ البرايفسي قلنا ايه فيها، ان انت تفضل في الاعدادات الهايست، اعمل اعلى حاجه بقى، تمنع يعني اعمل اعلى اعدادات، عشان ايه؟ تمنع الهاكينج، الهاكر يعني الباسورد صعب، ايميل صعب. اه ده حقيقة. وما تسيبهمش بقى، ما تسيبهمش في مكان، اول ما تخش في مكان غريب تمسحهم قبل ما تمشي. المين اور رود مع الرسائل الواقعة وقليلة الادب، نيفر ايه، ما تردش عليهم خالص دول. ديليت unwanted مسج، امسح الرسائل غير مرغوب فيها. تمام كده. طيب. بالنسبة بقى للماتش، they are no hacking، بيقول لك اعمل كل واحدة بما يقابلها يعني. there is no way of checking، مفيش أي طريقة إنك تفحص إيه before، ولا you should، ولا that information someone، ولا it could be seen by millions، ولا to meet up عشان تقابل someone you don't know. الواي بتاع التشيك تبقى ايه؟ انا هحل لك اول واحده، ذات انفورميشن someone is given to you true، يعني مفيش اي طريقه تتحقق ان ايه الشخص ده هو صح حقيقي ولا مش صح، يعني ما انت هتعرفه منين؟ انا دلوقتي محمود بيكلمني، انا عارف محمود ولا والده؟ ما في مره انا جيت اكلمك حتى والدك رد عليا قال انا والد محمود، صح؟ ما انا مش عارف. ليه؟ لان انت ما تعرفش مين اللي بيكلمك مثلا. طيب you should never agree، ما توافقش. ما توافقش على ايه؟ هتقابل حد ولا To before؟ meet up with someone you don't know. ماشي تمام، ايوه هتقابله ازاي؟ don't download any app. Before checking with لا. it could be seen by million، ايوه قول لهم قبل ما تنزلهم، هو قال لك ما تطلعش على حد الا ايه ما تبلغ والديك، ماشي. once مجرد ان someone posted online، اول ما حد يبعت منشور اونلاين ايه؟ It could be seen by millions of ايوه people. واو. if you see someone online that makes you uncomfortable. You should tell your parents immediately. تمام ماشي، يعني دي يعني كده احنا مبقاش كده ايه نت، يعني كده انت ايه. يعني لو كل واحد هيشوف كده الموضوع ده ويقول لوالديه يبقى مش هنخلص يعني، هنرمي الموبايلات يعني، بس هي فكرة طبعا كويسة كتبس. السبيكنج بقى، خلاص هو فعلا if someone you should tell your parents، دي كانت آخر تأكيدا على الإجابة. السبيكنج، what can teenager in do stay safe، ان التينيجر ممكن يعملوا عشان يفضلوا زر stay safe. a summary، ممكن نقول إيه عنها؟ طب انا لو محضر حاجة هقول لك عليها. لا انا مش محضر حاجة عن السبيكنج. طيب ايه بالنسبه لك يا محمود التبس، النصائح اللي يقدر التينيجر تو ستي سيف يعملوا ايه؟ يعني قول لي حاجه مثلا عشان تفضل ايه ستي سيف يعني لا، امن. النصائح كلها مكتوبة في الكتاب يا أستاذ، مفيش حاجة تانية. لا، من ناحيتك انت مش عايز تقول، ماشي يا محمود مفيش مشكله. نقول لهم ندي الكلوز تو كلوز فريند اللي هو المعلومات؟ اكيد لا طبعا، بس ايه النصائح اللي هي الهاكينج، واللي ما نردش على الايميلات والازعاج واللينكات، ما نفتحهاش الريكوستات اللي هي على الغرباء، نرد على الرسائل بتاع سترينجرز، كل ده ايه تقدر عشان تبقى ستي سيف. طيب اوكي. طب احنا بالنسبه لهنا بالنسبه لكتاب المدرسه، انت خدت لحد فين؟ خدت ده لا يا ابني انجلش اون يور فون، خدته ولا لسه في المدرسه؟ وبعدها البراكتس، وبعدها طبعا البروجكت يعني موجود عندك في الكتاب، حاول تتحقق منه كده. دي يا أستاذ. اتفضل. والبراكتس والبريبير مش موجود في الكتاب، ولا الريفيو موجود في الكتاب، ولا البروجكت تقريبا. وبعد كده هنخش على الواحدة الثامنة على طول.
learn English in your phone وبعدها الوحدة التامنة. صح كده؟ يبقى بروجكت مش موجود. يبقى learn. لا. learn English on your phone، تعلم انجليزي في التليفون. وبعدها الوحدة، يبقى البراكتس مش عليك. مظبوط كده؟ ولا الريفيو؟ اه. ايوه. طيب هناخد الكلمات دول عشان احنا ما قلناهمش بس في البداية. سترينجر يعني الغريب، باسورد اللي هو كلمة المرور، برايفسي الخصوصية، سكيورتي يعني الأمان، رود يعني وقح أو غير مهذب، داونلود يعني يحمل اللي هي الداونلود، سيتنجز اللي هي إعدادات، بوست ينشر، سايبر بولينج اللي هو التنمر الإلكتروني يعني. طب ممكن تقولهم كده يا محمود، نبدأ بيهم. stranger password privacy security root download. سيتنجز. سيتنجز أنا بوست سايبر setting بيلينج. post cyberbullying. تمام، اللي هو إيه التنمر الإلكتروني ده؟ عارف التنمر الإلكتروني؟ اللي هو بقى المعاكسات والإزعاج، اه. الحاجات اللي بتتعمل بقى واحد يتريق على واحد واللي أنت بتشوفه ده، هو ده السايبر بيلينج يعني. يبقى هو كان ده آخر درس اللي هو إيه. طيب ايه نوع الهاتف المفضل بالنسبه هل انت تعرف تطبيقات بتعلم انجليزي يا محمود؟ موبايل فون اب فيفورت، او ايه الفون كان اب في اللي واحد انت؟ بس ناسي اسمه. نعم. كان في واحد بس ناسي اسمه. مش مشكله، بيقول لك بقى compare with idea with a partner, read the article, which app you will choose if you are having a problem، عندك مشاكل في افعال او ازمنه معينه. Spanish is your best language، الاسبانيه ولا هل هي هتكون الأسبانية هي اللغة بتاعتك الرئيسية، ولا سبورتي للرياضة، ولا بتحب الستوريز والفيديوز، ولا you want to improve listening هتحسن الاستماع والجرامر at the same time. هنشوف بس لو التوقيت بتاعنا يسمح ناخد الحصة دي، وهنشوف إن شاء الله ناخد حصة تانية. نحاول يا محمود ناخد حصة تانية الأربع أو الخميس بإذن الله تعالى، بحيث نقدر نكثف المجهود شوية. طيب نقرأ كده أول واحدة وإن شاء الله هيكفي الوقت. اتفضل يا محمود. Good good news. news for language learners. The latest مم. for language the latest ثواني لسه. على من هنا. The latest mobile app can make English fun and exciting. Hmm. can make English fun and exciting, and a lot of them are free. To get you started, here are reviewers of of four of From four of the best free apps from Cambridge University Press. WordPick. ماشي. طيب Pl- بعديها الوورد بيك. Play sports with words. Choose pictures to match the word, but you don't have much time. Your finger is the athlete in this exciting new word game, and you will need a quick eye اوكي. and even quicker reflexes to win. If you are learning English, you can have fun practicing. Use sports vocabulary if you aren't just have fun. Get it now and start playing real words. مم. طيب نكمل. كمل الأستاذ ده. طيب هنقول دول بس وبعد كده نكمل. اول حاجه جو انجلش اون، انجلش اون ذا جو. الانجليزي ذا جو يعني التنقل يعني. جود نيوز، اخبار ساره لمتعلمين اللغه الانجليزيه. هو بيقول كده ذا ليتست موبايل اب كان يو كان ميك، أحدث تطبيقات التليفون بتجعل اللغة الإنجليزية ممتعة ومثيرة، والعديد منها طبعا مجاني عشان يساعدك في البدء. ليك بعض المرجعيات من أفضل التطبيقات. كل ده تطبيقات، منها إيه؟ وورد بيك، كامبريدج يونيفرسيتي بريس. وورد بيك بيقول لك بلاي سبورتس with words.
العب رياضة، العب رياضة بالكلمات، اختار الصور، تطابق الصور، لكن ما عندكش وقت كتير، اصبعك هو اللاعب الرئيسي في الكلمات، وهتحتاج الى عين سريعة وردود افعال اسرع، يعني زي الوورد وول اللي احنا بناخدها دي. آه اذا كنت تحب تعلم انجليزي، الاستماع بممارسة المفردات الرياضية. ما قدرتش بكده، استمع فقط، احصل عليه الان، وابدا اللعب بالمفردات. تاني واحدة المورفي انجلش جرامر نيوز، ده واحد تاني، اللي هو The World's Best Selling Grammar Book، ده أحسن كتاب مبيعا في الجرامر for English learners. The app contains clear and presentations of grammar points together with interactive exercises to help you and practice and improve. Audio recordings of the examples help you to improve your listening skills at the same time as improving your grammar. The starter pack is free. هنا بيقول يا محمود على الحته دي، بيقول لك ان كتاب القواعد ده من اشهر يعني كتب اللي بتتعلم اللغه الانجليزيه، بيحتوي تطبيقات عروض رائعه. نقاط القواعد، اضافه الى تطبيق عرض واضح لنقاط القواعد، تمارين فعاليه، مساعدك في التدريب والتحسين، تساعدك تعمل تسجيلات صوتيه، امثله كمان على تحسين مهارات الاستماع. بيقول لك في نفس الوقت اللي بتعمل فيه على تحسين القواعد لديك الحزمه المبدئيه مجاني، يعني اول حزمه مجانيه. طيب كامبريدج ديسكفري ريدر ده ايه؟ بيقول لك هل انت عارف ان القراءه وحدها هي من افضل الطرق عشان تحسن لغتك؟ تطبيقنا ده مثير للقراءه في مجموعه واسعه من التطبيقات، زي هجمات اسماك القرش، الموضوعات اللي فيه يعني، وعلم الظلام والامبراطوريات والذهب والمستكشفين، and a wide range of different subjects. The shark attacks, the science, the darkness, empire, gold, explorers, pizza. They are it is something for everyone at all levels. Read and watch the stories on video. اقرا وشوف كمان فيديوهات قصص. ودو interesting interactive activity، وكمان اعمل أنشطة تفاعلية كده تجذبك، شيقة. anytime في أي وقت anywhere في أي مكان and see your English improve. هتلاقي الإنجليزي بتاعك بيتحسن. the first reader is free. أول نسخة القارئ الأول آسف مجاني، يعني أول واحد هيقرا انجلش مونسترو، ده انجلش ده تطبيق برضو. انا على فكره اول مره اسمع عنهم التطبيقات دول. we show you some some of the common errors Spanish speakers that they make and areas in which they have the most problem. You discover what in هتكتشف حوالي 45 most common spelling mistakes made by Spanish speakers and the most 15. صح يا محمود؟ ايه يا أستاذ؟ الأخطاء هتكتشف فيه الأخطاء الإملائية. 15 typical false friends، يعني إيه؟ هتكتشف أكثر شو اللي هي الأصدقاء الكذابين، يعني أكتر 15 typical false friend اللي يعني 15 صديقي fake and learn how to avoid them، وإزاي تتجنبهم. بيساعدك، ما بيقول لك بيساعدك تاني يعني how to avoid them. two monsters، يعني تو مونسترز and one good and one، يعني هيبقى في وحشين هناك في الجيم في الابلكيشن ده، واحد كويس واحد سيء. بيساعدك في to improve this areas by doing an كده fun interactive exercise، اللي هي تمارين تفاعلية ممتعة. تمام، دي اسم التطبيقات، خلي بالك اللي محطوط عليها هايلايت بين بالاسود. بيقول هنا كده، طبعا احنا كنا قلنا اقرا المقال وقول which what app will help you choose. هتختار ايه؟ you are having a problem with the verb tense، هتختار مين اللي لو عندك مشاكل في القواعد؟ اللي هو المورفي، صح ولا ايه؟ ممكن. ما هو المورفي هو بتاع القواعد، صح؟ يبقى تختار المورفي. طيب اهو. طيب لو الاسباني بتاعك اول لغة، هتختار مين؟ اسمه ايه ده؟ مين اللي انجلش فيها ماستر. اسباني؟ ماستر ماستر. اسمه مونسترو. ايه هو؟ ما هو اهو مونسترو انجلش we show some the common error Spanish speak. هو ده. ماشي. طيب التطبيق اللي هو عشان السبورتي، اللي هو مين؟ الوورد بيك اهو. طيب وات يو لايك ستوريز وفيديو، في ستوريات وفيديوهات، اللي هو مين؟ كامبريدج. طيب كامبر. يو want to improve listening و listening والجرامر في نفس الوقت، مين؟
wordplay. في listening وفي grammar، اللي هو ده الجرامر مورفي هيبقى مورفي برضه مورفي. مورفي برضه. تمام. طيب look at the articles again and find the words or phrases in a bold the meaning. English words that look، بيقول لك بص للارتكل again و find the words. اوجد الكلمات on the or word or phrases in the bold that means. الحاجات اللي هي موجودة بالهايلايت الأسود دي معناها إيه؟ English word that like and it sounds like in a similar words in your language but you have different meaning. Lots of different sports are kind of something. يعني بيقول لك معناها إيه يعني؟ طيب you have to improve your hand very fast when you're using this. To stay away from something معناها ايه؟ physical reaction movement activity يعني أنشطة أثناء which you have to be active and participate in what is happening. يعني هنا عايز منك يا محمود، بقول لك بص عليه، أوجد الكلمات أو الجمل اللي هي في in bold. يعني ايه in bold؟ اللي هي دي your finger in the athlete هنا reflexes interactive exercises مثلا avoid the false friend. دي معناهم ايه؟ هو جاب لك ستة English words that look sounds similar in language. دي معناها ايه؟ مم. مثلا. لا طيب اجيبهم لك بالعربي الاول. يعني كده احنا وصلنا لختام الحصة، بس عشان تبقى فاهم التمرين دول المصطلحات: الفولس فريند، وايد رينج اوف، كويك ريفلكس، اصدقاء مزيفون. يعني دي كلمات لها معنى تاني تتنطق، لها نوع، لها معنى تاني في اللغة بتاعتك. وايد رينج اوف يعني العديد من او حاجات متعددة من، اللي هي حاجات مختلفة، سورتس أنواع مختلفة من حاجة معينة اسمها وايد أوف، اللي هي بمعنى إيه؟ lots of different kinds of something. quick reflex اللي هي تالت واحدة، اللي you have to move، تحرك إيديك أو استجابة سريعة. avoid اللي هي إيه؟ avoid اللي هي to stay away، أنت تتجنب حاجة. physical reaction أفعال رد فعل إيه؟ أو استجابة جسدية أو رد فعل إيه؟ منعكس، يعني رد فعل اسمها ردود الفعل يعني او الحركات السريعه. اخر واحده انتر اكتيف اكتيفيتي، انا بقعدهم لك تاني اهو، اللي هي الاكتيفيتي انشطه انت بتعملها اثناء او بتشارك فيها ان وات از هابينج بيحصل دلوقتي. واضحين كده؟ واضحين أستاذ. طيب، خلاص اتس اوكي، الحمد لله كده احنا انهينا الحصه.